تعالَ أورّيك إزاي تدمج شغلك ما بين Premiere وAfter Effects. دلوقتي يا صديقي أنا مثلًا هاشتغل على شعار Premiere، أنت مثلًا حطيت الشعار هنا تمام، هتيجي هنا تدوس click يمين وبعد كده تطلع على حاجة اسمها replace with After Effects composition، دوس عليها، بعد كده هيحوّلك لAfter Effects تلقائي، بعد كده هيقول لك save الproject بتاعك فين، هتختار إن أنت تسيّفه في أي مكان، أنا مثلًا هاسيّفه في مكان أنا مجهّزه، آدي الشعار اللي أنا المفروض هاشتغل عليه، هاجي هنا مثلًا هاعمل مثلًا أي حاجة، أختار مثلًا إن أنا أعمل له glow. دلوقتي هو قدّامي لو تلاحظوا إن هو نوّر شوية، يعني بُصّوا الفرق كان عادي، بعد كده لمّا حطيت له glow نوّر شوية، نعلّي دي شوية، نعلّي الglow شوية، بعد كده أدوس control S إن أنا أحفظ الحاجة اللي أنا شغّال عليها، بعد كده أرجع تاني لPremiere، ودلوقتي بُص الشكل قبل وبعد بقى عامل إزاي، ملحوظة لازم نفس الversion اللي بتشتغل عليها في Premiere هي نفس الversion بتاعة After Effects، يعني لو شغّال في Premiere 2025 مثلًا أو 2026 لازم هي تكون موجودة في After Effects إن هو يكون 2025 أو 26 يعني لازم يكون نفس الversion اللي أنت شغّال عليها، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة وthank you.